في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن أول 30 يوم ليك في الجيم لو هدفك تخس، أما في الفيديو ده هنتكلم عن أول 30 يوم ليك في الجيم لو هدفك تزود وزنك وتعمل تضخيم بشكل صحيح. بص يا وحش، التضخيم فيه 3 عوامل أساسية. أول حاجة ترتيب التمارين بتاعتك، تاني حاجة كمية ونوع الأكل اللي بتدخله لجسمك، تالت حاجة نظام النوم بتاعك. وعايزك تعرف إنه لو واحدة من ال3 دول وقعت منك مش هتوصل للضخامة اللي انت عايزها. فتعال نعرف ازاي نوازن بين ال3 حاجات دول عشان توصل لنسبة ضخامة محترمة. اولا التمارين، انت كمبتدئ اول مرة تدخل الجيم هتمشي على نظام الفول بودي، لكن هنا هتركز على الحمل التدريجي والراحة بين المجاميع. اول تمرين هتبدأ بيه سكوات، وهنا ناس كتير هتسأل انا داخل ازود وزني العب رجلي ليه؟ يا كوتش، الرجل هي العامل الرئيسي لافراز هرمون التستوستيرون، وده اللي هيساعدك تبني عضل وتضخم اسرع. هنعمل 3 مجموعات في 10 عدات. ندخل على تاني تمرين دمبل بنش بريس. التمرين التالت لات بول داون. التمرين الرابع شولدر بريس. التمرين الخامس بايسبس كيريز. آخر تمرينة ترايسبس بوش داون. أهم حاجة عايزك تركز عليها في التمارين دي الحمل التدريجي. الحمل التدريجي يعني ما تلعبش بنفس الوزن ونفس العدد طول الوقت، لازم تزود الحمل على العضلة تدريجي. ازاي تعمل ده؟ أول طريقة تزود وزن بسيط كل أسبوع، حتى لو حاجة صغيرة. ولو مش قادر تزود وزن هتزود عدد المجموعات، بدل ما تلعب 3 مجاميع خليهم 4 مجاميع. كل أسبوع جسمك لازم يحس إن في ضغط جديد، ده اللي بيخلي العضلة تكبر وتتطور. ولازم كمان تركز على الراحة بين المجاميع. في التضخيم الراحة المثالية بين المجموعات من 2 ل3 دقايق للعضلات الكبيرة، ومن 1.5 لدقيقتين للعضلات الصغيرة. ثانيا نظام الأكل. انت عارف ان التضخيم 70% أكل و20% تمرين و10% نوم، يعني الأكل من أهم الحاجات اللي لازم تركز عليها في فترة التضخيم. أنا مش هقولك احسب سعرات معقدة من دلوقتي، ده بعدين لما تتطور أكتر. أنا عايزك يوميا تضيف في أكلك رز أو بطاطس بكميات كويسة عشان تزيد. انت عندك وجبتين لازم تضيفهم، وجبة قبل التمرين وتكون بتحتوي على نسبة كارب كويسة عشان تديك طاقة تزود أوزان في التمرين. وهنا في مشكلة لازم أتكلم عنها، ناس كتير بتروح التمرين من غير ما يكون واكل حاجة، وده غلط جدا طبعا. جسمك مش هيلاقي أكل يطلع منه طاقة، فهيضطر يفكك الدهون اللي في الجسم عشان يعرف يطلع طاقة. وانت في فترة التضخيم جسمك محتاج دهون، فانت لازم تضيف وجبة كارب قبل التمرين بحوالي 1.5 لساعتين. وبعد التمرين هنهتم بالبروتين بتاعنا، وكمان هندخل نسبة كارب عشان الكارب اللي قبل التمرين ده حرق كله في التمرين. فانت كده لازم تدخل كارب بعد التمرين عشان جسمك يستفيد منه. يعني الخلاصة قبل التمرين هتاخد وجبة كارب محترمة، وبعد التمرين هتضيف بروتين وكارب، والوجبتين دول زيادة هيكونوا غير وجباتك الأساسية طبعا. وإن شاء الله هحاول أعمل لكم فيديو كامل عن إزاي تنظم أكلك وتنظم نسب الكارب والبروتين بشكل أدق. آخر حاجة وأهم حاجة النوم يا وحش هو اللي بيخلي العضلة تكبر. يعني لو بتتمرن وبتاكل كويس من غير ما تنام كويس كأنك ما عملتش حاجة. فانت لازم تنام من 7 ل 8 ساعات يوميا عشان جسمك يعمل ريكفري ويضخم بشكل أسرع. كده احنا عرفنا أول 30 يوم في الجيم للتضخيم هنتمرن ايه ونركز على ايه. ولو عايزين نعمل لكم فيديوهات عن الشهر الثاني والثالث وتعرف ايه أكتر نظام تمشي عليه، اكتبوا لي تحت في الكومنتس. وما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد يا وحش. سلام.